السلام عليكم. أسعد الله صباحكم كل خير من بلدة الكلابية، بلدة الرجال الطيبين، ومن أمام قصر وعين بنت قنيص. يقع قصر بنت قنيص في أطراف بلدة الكلابية الشمالية الغربية. لا نستطيع تحديد تاريخ بناء القصر، ولكنه كان موجود أيام الدولة العثمانية، وقد يكون تم بناءه خلال وقتها أو قبل. استخدم القصر من قبل الدولة العثمانية كنقطة ومركز أمني للمنطقة، واستخدم القصر بعد ذلك في أيام وبداية الدولة السعودية كمركز أمني. استخدام القصر أيام الملك عبد العزيز، وكان به مفرزة عسكرية، حتى طالب أهالي كلابية بإبعاد العسكر عن الحصن، وذلك لقيام بعض أفرادهم بمضايقة لقيام بعض أفراد المفرزة العسكرية بمضايقة الأهالي وإثارة الفتن والمشاكل بين الأهالي. وتم إبعاد العسكر من الحصن استجابة لطلب أهالي كلابية، وكان بجانب القصر اسطبل ودار ضيافة. أما سبب تسمية الحصن بحصن قصر بنت قنيص يعود لاختيارهم بناء الموقع بجانب عين، واختار من قام ببناء الحصن أن يكون بجانب عين بنت قنيص الشهيرة للتزود بالماء، وكذلك لموقعه المميز الذي يكشف المنطقة المجاورة للحصن. والقلعة مكونة من برجين، برج بالزاوية الجنوبية الغربية وبرج بالزاوية الشمالية وللقلعة بوابة واحدة تقع في الجهة الجنوبية من الحصن. ترتفع أبراج القلعة ما يقارب 3 أمتار ترتفع أبراج القلعة. والقلعة مكونة من دورين، وبكل برج فيه فتحات للرماية، والبرج الجنوبي مدفون أغلبه. وأعمدة القلعة مبنية من الحجارة المحلية، والأساس عريض من تحت. والآن ندخل ونتجول معكم على أطلال قصر وحصن بنت قنيص. الآن هذه هي البوابة، نحن الآن ندخل من البوابة، وهذه إطلالة للقصر. نشاهد هنا عرض السور، عرض لتحمل البناء وأيضا استقبال الرمي. هذه بقايا الأعمدة الموجودة في القصر، وهذا هو البرج الشرقي الشمالي مدفون طبعا، لكن هذه هنا الفتحات للرماية وللمراقبة، طبعا يكشف المنطقة بكاملها. وهذا الجهة الغربية، وهنا تبين بقايا سقف الدور العلوي. نروح معكم إلى البرج الجنوبي الغربي، مدفون أغلبه يعني، لكن هذا احنا طلالة من البرج الجنوبي الغربي. وحصن بنت قنيص مبني من الطين والجص على هضبة مرتفعة، وأساسه من الحجر والطين. وذكرنا أن سبب التسمية يعود لوجود الحصن بجانب عين بنت قنيص، وهذه هي عين بنت قنيص. وكانت عين بنت قنيص هي المصدر الرئيسي للمياه لأهالي الكلابية قديما. وحوض العين 45 في 45، وكانت في عقود ماضية مياهها في، ويذكر أنه غرق بها بعض الأهالي في زمن قديم، لذلك كان الأهالي يخوفون أطفالهم بعين بنت قنيص. وكان يوجد بالجهة الجنوبية من حوضها أسماك صغيرة، أما يطلق عليه محليا حراسين.
وكان الأهالي يحملون المياه منها إلى منازلهم. من عين بنت قنيص، من جانب عين وحصن بنت قنيص من قرية الكلابية، نستودعكم الله. السلام عليكم.